من الأكلات المصرية الشهيرة الفول المدمس. بنحتاجه في أوقات كتير قوي، وللأسف بقيت الأسعار بتاعته ملهلبة نار. طيب ما تيجي بقى نعمله بالقوام الجميل ده في البيت بدون أي تكلفة. صدقوني هتعملوا كمية كبيرة من تكلفة بسيطة قوي، يمكن كمان بربع التمن. حاجة كده تكون موجودة عندك على طول في البيت هنفرزها. وكمان الناس اللي مش عندها الدماسة الحلوة دي ممكن كمان تعملوا في الحلة بالشكل ده، وهقول لكم بالظبط ايه الفرق ما بينهم، وهل فرق التسوية بتاعته في الحلة من الدماسة او القدرة بتاعت الفول ولا لا. يلا بينا نبتدي الفيديو. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش حبايبي تدعموني كده باللايك الحلو وكومنت حلو كده منكم، يا رب حتى يكون كده سمايل حلو زيكم. وكمان سبسكرايب للقناة لو لسه أول مرة بتشوفوني. أنا كراميلا ودي قناتي كراميلا الشيف الصغير. يلا بينا نبتدي بقى علشان نشوف الجمال ده هنعمله ازاي. أول حاجة هنا أنا عندي كيلو ونص من الفول. طبعا انتي ممكن تعملي نص كيلو أو كيلو أو كيلو ونص أو 2 كيلو على حسب ما انتي عايزة. بس أنا هنا هعمل ليه كيلو ونص. أولا علشان يعني وقت بالمرة فعايزة أنجز. تاني حاجة هتبقى معايا كمية كبيرة هتنفعني طول فترة الصوم او هتنفعك في فترة رمضان. طيب بصي بقى، الفول هنا كان طبعا صغنوني بالشكل ده، فنقعته فيما يقرب من 12 ساعة الى 20 ساعة. ما تستغربيش، انا هقولك على كل اسرار التسوية اللي هتخليه بجد يستوي معاكي في ساعتين او ساعتين ونص بالكتير، مش اكتر من كده. ايوه زي ما سمعتي كده، انا مش بأفور. هنشوف كده دلوقتي في الفيديو، وتابعي كده معايا الفيديو لنهايته وهتشوفي كل حاجة. هنا هحط نص الكيلو في القدرة الصغيرة دي. هضيف على نص الكيلو بقى قد ايه؟ هضيف عدس اصفر. هنا العدس مش منقوع يا جماعة، عادي مغسول كده وتمام. صفيته كده وحطيته في الطبق على طول. هنا عندي نص كوباية من العدس الاصفر، نص كوباية من الفول المدشوش اللي هو بتاع الطعمية او الفلافل، وكمان هنا حبتين صغيرين كده من الطماطم، وبنقطعها بالشكل ده، مش بنكملها كده خالص. طيب ايه اللي بقى هيسرع التسوية معايا؟ الخل. ايوه الخل الابيض العادي ده، هحط منه ملعقة كده كبيرة مليانة. وهحط كمان مكون تاني، هحط ليمون ملعقة برضو كبيرة على نص الكيلو. بس يا جماعة ملحوظة هنا، ما ينفعش الليمون يبقى ببذره، لا احنا بنبقى عصرينه كده حلو ومصفينه علشان الفول ما يمررش معانا. بس كده نركنها دلوقتي على جنب ونرجع لها تاني. طيب انا بقى مش عندي القدرة الحلوة دي يا كراميل، اعمل ايه؟ ما دمسش فول هيبقى وحش؟ لا هنشوف. هنا عندي حلة عادية خالص ألمونيوم، وهبتدي ان انا اضيف فيها الكيلو كامل. طبعا اللي احنا عملناه في نص الكيلو هنضاعفه في الكيلو. يعني هناك حطينا نص كوباية من العدس الاصفر، دلوقتي هنحط كوباية كاملة، وهكذا برضو الفول المدشوش. الطماطم هناك حطينا 2 صغيرين، هنا هنحط 2 وسط بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بصوا بجد مفيش اسهل ولا اروع من كده، في ساعتين ونص هيبقى مستوي معاكي. هنقطعهم بالشكل ده، مش خالص يعني، مش للاخر. وهنضيف هنا الضعف، بدل بقى ما ملعقة واحدة من الخل هيبقوا ملعقتين، وبدل ما واحدة برضو ليمون هيبقوا 2. الخل والليمون هنا بيديني اللون فاتح ليه، ويا جماعة لازم يكون بدون بذر علشان ما يمررش معايا، وفي نفس الوقت الخل بيسرع التسوية. طيب كمان حاجة تانية حطيناها، هنا حطيت نص ملعقة من السكر، وهناك كانت ربع ملعقة، يبقى الكل نصف كيلو ربع ملعقة صغيرة سكر. هنبتدي بقى دلوقتي ننزل بمية مغلية. مغلية يا جماعة، لازم تكون مغلية، ما ينفعش تكون مية سخنة كده وبس. وهنملى بقى يعني فوق كده حجم الفول او فوق كمية الفول كده بضعفين، يعني تلاقي كده الفول خلاص بقى معاكي رايح جاي كده في المية. طيب الشوية دول اللي طلعوا كده على وش المية دول لا خلاص مش هيدوني اي نتيجة، فمعلش كده استغني عنهم. تمام كده، تمام عندي زي الفل. سر التسوية بقى ايه اللي عمره ما هيخليه يسود منك؟ الكيس اللي انت شايفاه ده، شفتي بقى الكيس الصغير ده هو سر التسوية وحلاوة وجمال لون الفول معاكي. ممنوع يا جماعة نفتح كل شوية على الفول،
ممنوع ان احنا نحط الغطا بتاع القدرة او الغطا بتاع الحلة ونشغل عادي النار عليه والفول يستوي كده. هنجيب الكيس زي ما انتم شايفين كده، بس طبعا الكيس يبقى نضيف، ونحطه بالشكل ده، وبصوا يعني نحكمه كده كويس قوي، وافضل كده ايه، اكرمشه كده في الفوهة نفسها بتاعة القدرة. ونفس الكلام في الحلة. بعدين بنحط فوطة، وفوق الفوطة بنتقل بالغطا نفسه. طيب لو الغطا هيبقى كده مش متقل معاكي، حطي اي طبق على الغطا بحيث ان هو حاجة تقل معاكي الغطا فما يتفتحش. طبعا هنا برضو نفس الكلام، هنشيل اي حبيبات فول كده بتطفي على المية. دي يا جماعة مش هتدينا اي نتيجة، بتبقى فارغة من جواها. واهم حاجة زي ما قلت لكم، كل ما طالت مدة النقع بتاعة الفول كل ما استوى معاكي اسرع. هقولك على كل اسرار التسوية اثناء ما احنا شغالين. شايفين بقى كيس، وبنبتدي نقفله جامد. وطبعا الناس اللي خايفة من الكيس يا جماعة لا يتحرق، لا يا كراميلا ازاي الكيس ممكن تحصل له حاجة من النار، يا ستي ما تحطش الكيس. عندك حل تاني، هو ورق الفويل، اللي هو الفويل بتاع الاكل الخفيف مش بتاع البوتاجاز. نبتدي نحطه كده زي ما احنا بنحطه على اي صينية وندخلها الفرن، وفوق منه فوطة، وبعدين الغطا زي ما قلنا نتقل بالغطا بطبق. بس انا هنا كان تمام يعني مظبوط معايا. طيب هنا بقى هبتدي ان انا احطهم على نار عالية لغاية اما اسمع كده الغليان بتاعهم. بصوا يا جماعة، تحسوا الكيس كده يعني لوحده بيمسك في روحه كده. بعد بقى ما ابتدوا يغلوا خالص، هديت عليهم بعد 2.25 ساعة بالظبط. فتحت عليهم ليه بقى؟ هشوف هل هيحتاجوا مية ولا لأ. بس بالراحة طبعا في الخطوة دي، لان بيبقى البخار كله كده مكتوم، وده اللي بيخلي الفول يستوي معاكي بسرعة. مفيش ولا اي بخار بيخرج من بره اثناء التسوية، فالبخار بيرجع تاني يطلع على الكيس ويرجع يتكثف تاني، فبيسوي معاكي الفول ومش بيحتاج مية كتير. بصوا يا جماعة، يعني انا محتاجتش ان انا احط له مية تاني. كنت متوقعة ان انا بقى يعني هفتح كده الاقيه نشف معايا، لكن لا. شايفين بقى جمال الفول؟ طبعا هتقولي لي فين اللون بقى بتاع اول الفيديو؟ استني على رزقك بس. هنحط له دلوقتي حاجة كده، ويعني حاجة كده تلوين طبيعي عشان نجيب له بقى الوان صناعية. تعالوا نشوف كمان القدرة بتاعتنا الجميلة. شايفين يا جماعة؟ شايفين الهوا عامل ايه بالظبط؟ البخار عامل ايه بالظبط؟ نافخ كده الكيس، معنى ذلك ان التسوية بتاعتك كانت مظبوطة. بصوا بقى ده يبدوب بجد يا جماعة، ده يبدوب صدقوني 2.25 ساعة فتحت عليه. يعني طبعا برضو بيعتمد سرعة السوا، بتعتمد عندك على ان النار تكون هادية. كل ما كانت الشعلة هادية الفول بيستوي بسرعة، مش العكس يا جماعة. لما بتسوي الفول على نار عالية بيتهري كده منك ويتقشر ما بيستويش كويس من جوه. طيب دلوقتي بقى عندي هنا كوباية من المية الفترة العادية، عليها ملعقة من النشا و2 من الصلصة الجاهزة المعلبة. دوبتهم كويس ونزلت بيهم على الحلة، اللي هو كام يا جماعة؟ دي فيها كيلو الفول. يبقى على الكيلو هنحط كوباية عليها ملعقة كبيرة من النشا، عليها ملعقتين صلصة. وهقول لكم دلوقتي كمان على تركاية تاني للناس اللي بتقول ان الفول بيسود منها بعد ما يفضل فترة شوية بره. طيب هنا بقى يبقى نص ملعقة كبيرة من النشا، ملعقة كبيرة من الصلصة، على نص كوباية مية. وهنبتدي نضيف اللون بتاعي الطبيعي ده. احنا ما استخدمناش الوان يا جماعة يعني صناعية. تمام كده. في اللحظة دي بقى خلاص مش هنحط الكيس تاني او ورق الفويل تاني، وهنبتدي على طول نغطيها كده بالغطا العادي مدة بالظبط 10 دقايق، ربع ساعة. لو الفول محتاج سوا شوية سيبيه مثلا شوية، بس يا جماعة كل 5 دقايق نقلب، ان احنا دلوقتي حطينا نشا. والنشا ده هنا ميزته ان هو بيخلي لي القوام بتاع السائل نفسه بتاع الفول، بتاع مية الفول بيبقى تقيل، مش بيبقى كده مية كده وخلاص، لا بيبقى جميل زي فول بره يا جماعة بالظبط. صدقوني يمكن اطعم كمان. كفاية انك ضامنة نضافته، منقياه كويس ونقعاه وشطفاه كويس بعد النقع. حاجة كده جميلة. شايفين يا جماعة الجمال؟ انا بالظبط اخدوا معايا غلوتين 3، يعني حوالي 10 دقايق ربع ساعة وخلاص. فصلت كده النار على الفول والفول بتاعنا جاهز. شايفين بقى الدنيا بسيطة ازاي؟ شايفين يا جماعة جمال الفول؟ تحفة، مفيش بعد كده، مستحيل تشتريه من بره تاني. طيب دلوقتي هيبرد شوية، وهبتدي ان انا اخزنه في الفريزر في اكياس او في علب بلاستيك.
شايفين بقى الجمال؟ ولا بقى اسود مني ولا اي حاجة. طيب في احد المتابعين كان بيقول لي ان الفول دايما بيسود مني لما بسيبه مثلا يوم او اتنين في التلاجة من تحت عادي. علشان الموضوع ده ما يحصلش معاكي، هتضيفي مع النشا والصلصة والمية اللي احنا حطيناهم، هتضيفي كده لكل نص كيلو نص ملعقة كبيرة من الكركم. الكركم مستحيل يخليه يسمر معاكي، مستحيل. لكن انا هنا هكيسه على طول وهفرزه، فلو انا مش هستناه بقى يسود مني ويدوبه بس هدي كده ويعني برد خلاص، فهبتدي ان انا اكيسه بالشكل ده. طبعا في الكيس في اي حاجة كده عندك، مج زي كده، او مثلا كوباية كده كبيرة، او كنكة، اي حاجة كده، واعملي نفسك كده بتاعة فول، وحطي بقى الكيس كده وابتدي على طول خزني بالشكل ده. طيب اهم حاجة يا جماعة في التخزين نخرج الهواء. بنخرج الهواء ازاي؟ زي ما شفنا دلوقتي. هوريكم كده واحد تاني. انا هحطه كده في التلاجة، ممكن ترصيهم فوق بعض كده وياخدوا معاك الشكل الجميل ده. هيبقى بدل العك بقى انه يبقى مدور كده وهيبقى عاكك، فهيبقى ده اجمل بكتير يعني. يا اما بقى تحطيهم كده في علب زي ما انا هحط. شوفوا بقى دلوقتي هخرج الهواء ازاي. طبعا هتحطي على حسب الكمية بتاعتك، وهتستخدمي كمان الحجم على حسب الحجم اللي انتي محتاجاه، او الكمية اللي انتي بتحتاجيها في كل اكل على حسب افراد الاسرة. انا هنا بالنسبة لي يعني وجبة حلوة قوي. شايفين بقى بفضي الهواء ازاي؟ بطلع كده الهواء وانا بقفله وبسحب ايدي لفوق. يا جماعة اهم حاجة ما يبقاش فيه هواء، لو فيه هواء هيسود منك حتى لو في الفريزر، فركزي جدا في النقطة دي. اظن مفيش بقى اسهل من كده خالص. فول بقى في ساعتين ونص، يا جماله يا جماله يا تكاته يا حركاته. بطلنا بقى شغل الخمس والثمان ساعات ده على النار. جربيه وهتدعيلي. حتى الناس اللي بتقولي ان في التلاجة بقى بيسود وكده، ما هو ده برضو من الرطوبة، واكيد يعني ما بتكونش مثلا محكمة الغلق بتاعه. فهنا بصوا انا هنا حطيته في علب بلاستيك وفي اكياس، يعني لك مطلق الحرية على حسب ما انت حابة تخزنيه ازاي. شايفين بقى بعد ما خلصت كل الكمية دي بقى العلب. برضو بحط يا جماعة على قد الوجبة، طبعا تحطي اقل او اكتر ده على حسب عدد افراد اسرتك. شايفين بقى الجمال؟ دلوقتي بقى انا مش حابة ان انا اخزن الاكياس كده وتعمل لي كده ضوضاء كده وفي الفريزر يعني. بصراحة يا جماعة أنا يعني من الناس اللي بحب قوي قوي كده شكل العلب في الفريزر وفي التلاجة. بحس كده ان انا منظمة، وفي حاجة كده بتهفف نفسك كده على انك تفتحيها. حاجة تانية كمان بتسهل عليك انك تجيبي اي حاجة من الفريزر او من التلاجة، بتسهل يا جماعة جدا. بقى تحطي فيها كيسين او 3 زي ما قلتلك على حسب الكمية بتاعتك، وعلى حسب الحجم بتاع كمان الكيس. شايفين؟ لما باجي بقى اخد منها بطلع كده العلبة افتحها، اخد كيسة واحدة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم حبايبي. باي باي.